تتوجه بيتة الرجاء الرياضي بكامل عناصرها إلى مدينة أكادير لإقامة معسكر تدريبي مغلق، وذلك بعدما منح المدرب التونسي نصر الدين نابي لاعبيه يومين للراحة وتجديد النشاط قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من التحضيرات. وفي سياق الحفاظ على استقرار المجموعة، جددت إدارة النادي تمسكها بركائز الفريق الأساسية برفضها عرضا أرمينيا للتعاقد مع المدافع بوشعيب العراسي للمرة الثالثة على التوالي. وعلى الصعيد القاري، تلقى الفريق دفعة معنوية مهمة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إعفائه من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027 ليضمن بذلك التأهل المباشر إلى دور التمهيدي الثاني.